انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس كاس العالم خلص. امتع 28 يوم في الكوره بنستناهم كل 4 سنين خلصوا. هنرجع تاني للدوري المصري، هنرجع تاني يبقى تركيزنا مصب على الدوري المصري، لا وتركيزنا هيبقى مصب اكتر على البطولة الاقوى في القارة بتاعتك اللي هي دوري ابطال افريقيا. هترجع تاني يا صديقي نشجع من الساعة 3 الا ربع سيراميكا والاتحاد والداخلية ولحد الساعة 7، وهنرجع تاني نطلع نشتم، ونرجع تاني نطلع نشوف الفار، ونرجع نشوف الخطوط اللي بتطلع من فوق ومن تحت. انا حزين يعني بعد نهايه كاس العالم وتتويج ميسي. اكتر حاجه فرحان ان هو تتويج ميسي بكاس العالم لاول مره في تاريخ ميسي، وللمره الثالثه في تاريخ الارجنتين. ميسي بطل لكاس العالم. كاس العالم زود لميسي في التاريخ وجعله الافضل دائما، بس عدم حصول ميسي على كاس العالم ما كانش هيقلل اطلاقا من شأن ميسي. كاس عالم للتاريخ، وميسي ايضا للتاريخ ببطوله كاس العالم. حصول ميسي على كاس العالم ده مش هيزود من ميسي كتير ومش هيقلل من قيمة كاس العالم. ميسي وكاس العالم زودوا البعض مش اقل من كده. يذكر التاريخ دايما انه ميسي سنة 2022 حقق كاس العالم. قلتها في الكوبا مبروك على الكوبا ميسي، بس مش هقدر اقولها في كاس العالم مبروك على كاس العالم ميسي. انه كاس العالم شالوا ناس عظماء كتير حققوا كاس العالم، من بيليه مارادونا رونالدو الظاهرة الكتير، فمش هقدر اقول مبروك على كاس العالم ميسي. بس بجد مبروك لميسي على كاس العالم. النقطة الوحيدة اللي كانت ناقصة في تاريخ ميسي كلها كملت. بس عاوز اقول لك هنرجع تاني لدوري بدون جمهور، هنرجع تاني لتحكيم وشتيمة وبلطجة، هنرجع تاني لجمهور هيقعد في المدرجات يشتم في رئيس النادي التاني بسبب ان رئيس النادي بتاعهم موجههم يعملوا كده. هنرجع تاني نشوف غرامة كهرباء، وهنرجع تاني نشوف مش عارف قضية شيكابالا، وهنرجع تاني نشوف محمد ابراهيم عمل ايه، ونرجع تاني نشوف ابراهيم نور الدين بوظ ماتشيه وجهاد قرش يطلع ينتقد في الحكام، وهنرجع تاني نعك. بس انا عاوز اقول للناس اللي هتعكوا دول كنتوا فين واحنا قطر بتقدم عظمه. كلمتين في حق قطر. شكرا قطر، شكرا قطر على كل ما قدمته من اجل اسعاد العالم. شكرا، شرفتوا العرب، عملتوا حاجات انا كنت مش متخيل انه كاس العالم هتطلع بالحلاوه والجمال ده اطلاقا. يعني كنت متوقع انه كاس العالم ده هتبقى عظيمه، بس ما كنتش متوقع انه كاس عالم قطر تبقى الاعظم في وسط كؤوس العالم. فوز ميسي بكاس العالم هيفضل دايما يذكر التاريخ انه ميسي فاز بكاس العالم 2022 في دولة قطر. عملتوا دعاية لبلدكم وللوطن العربي احسن صورة. شكرا قطر. بس برضه ما تنساش هنرجع لمتعة الايجيبشن ليج، هنرجع لمتعة دوري ابطال افريقيا، وانك تروح تلعب في ملاعب منتهية الصلاحية ولا تصلح للعب الادمي اصلا. يعني ما تصلحش نلعب انا واصحابي فيها ماتش خماسي، هترجع تلعب فيها ماتشات رسمية. هترجع تاني تشوف بكاري جسامة وسكيزوي، وهتشوف حكام اللي هو الغرض منها توجيه الماتشات. عايز اقول لك انك انت برغم الفرح اللي فرحانه بميسي في كاس العالم، برغم الفرح اللي او الحزن اللي انت زعلان عشان رونالدو طلع وميسي فاز بكاس العالم، عاوز اقول لك تعالى كلنا كده نجتمعوا في طاقة حزن واحدة عشان هنرجع تاني للدوري المصري، الدوري الاضعف في الوطن العربي، الدوري اللي فيه اللاعب عنده 28 سنة هيبقى ده لاعب صاعد واعد، واللاعب ال 24 سنة هيبقى لسه لاعب ناشئ، واللاعب 18 سنة لسه ما يعرفش حاجة في الكورة. هنرجع نلعب سنة مثلا مبابي عنده 24 سنة. امبارح مبابي عمل كل حاجة في الكورة، سجل هاتريك في نهائي كاس عالم، ضربتين جزاء داخل الماتش سجلهم. امبابي سدد اول ضربة جزاء لفرنسا وسجلها. كل حاجة في الكورة عملها امبارح مبابي. 24 سنة، عندنا 24 سنة لسه ما عرفش مصلحة نفسه، لسه لاعب، لسه مركز في مستقبله، لسه هنعمله. طب قعدوا على الدكة يركنوا سنتين، بعد السنتين يبقى عنده 29 سنة كده بقى لاعب تمام ولاعب 100 ولاعب يقدر يشيل الفريق. 29 سنة، السنة الجاية في ال30 خلاص. بعد ال30 تعبانين، معروفة في مصر مش هنلعبوا بعد ال30. هنرجع تاني لدايرة إيهاب جلال من المصري الفاركو المنتخب مصر للمقصة. هنرجع تاني طارق العصري ساب الجيش وراح سموحة. هنرجع تاني لف حضرتك انت، هنرجع تاني الفيلم عشناه 20,000 سنة وهنعيشه ال20,000 سنة التانيين. احنا بص انا عاوز افصل، مش عارف هفصل ازاي من متعة نهائي كاس العالم 2022 وشفنا اللي حصل في متعة النهائي 3-3 وضربات ترجيح، والعالم كله كان واقف على بص مش عاوز اقول لك. يعني كان امبارح مش محبين رونالدو مشجعين فرنسا كانوا لو فازوا كانت العالم هيتقلب زي ما اتقلب العالم بفوز الارجنتين ومحبين ميسي. هنرجع تاني الماتش 1-0، الماتش 2-1، الماتش
هجمة مرتدة مش عارفة اركن الاتوبيس، متعة الكورة هتبطل. اعزيك واعزي نفسي في نهاية كاس العالم 2022، ونتمنى ان يكون مدربين مصر شافوا المدربين هتعمل ايه في كاس العالم، ونشوف ونحاول نقدم ولو 10% من اجمالي المباراة. يعني مش عاوز اقول لك، مش هطمع واقول لك نقدم زيهم ولا نصهم، لا ده انا عاوز 10% بس من متعة مباريات كاس العالم. ويا ريت يحصل كده. ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وصل كل جديد.